بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من حلقات البرنامج من رحاب الأزهر الشريف، وفي ضيافة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر. نبدأ معكم حلقة اليوم. فضيلة الإمام، تناولنا في الحلقة السابقة الموقف من داروين نفسه صاحب نظرية التطور، وهل كان ملحدا أم لا. واليوم نتحدث مع فضيلتكم عن النظرية نفسها، هل نظرية التطور هي نظرية إلحادية أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. نعم، تحدثنا في الحلقة السابقة عن التساؤل حول داروين نفسه، هل كان مؤمنا أو كان ملحدا. ورأينا أن كثيرا من المفكرين والمعلقين على هذه النظرية أو المتعقبين لها قالوا بأن داروين هو فعلا لم يكن ملحدا بمعنى تعطيل الكون عن الإله. بمعنى الحد، وهذه هي منذ البداية نقول من معضلات النظرية. هل كان داروين مؤمنا أو ملحدا؟ قلنا إن كثيرين استشهدوا بنصوص من كتابات داروين، سواء كان في أصل الأنواع أو في كتابه الأصل اللي هو أصل الأنواع أو في مذكراته، بأنه كان يقول إنني أعترف بأن هناك خالقا أو خلاقا خلق الجرثومة الأولى في الحياة. وباعترافه هذا أخرجوه من دائرة الإلحاد والملحدين وقالوا إنه كان مؤمنا. لكن ننبه على أن داروين إذا كان يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى أعطى الدفعة الأولى في الخلق بخلق الجرثومة الأولى اللي هي ليس الإنسان، إنما جرثومة أولى اللي هي ممكن نقول الديدان. خلق الديدان، ومن الديدان ثم بعد ذلك راح وترك هذه الكائنات يتولد بعضها عن بعض بعيدا عن قدرته سبحانه وتعالى وإرادته وعلمه إلى آخر ما هو معروف عن الله سبحانه وتعالى في الأديان وفي الكتب السماوية. يبقى داروين مؤمن في حدود أن الله أعطى إشارة البدء في الكون، ثم بعد ذلك ترك الكون. وكلام داروين يشبه إلى حد كبير كلام أرسطو في الإله. أرسطو عقل عظيم جدا، لكن له كلام في منتهى العجب بالنسبة لله سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى عنده الكون قديم والمادة برضه قديمة، وأن الكون هو الذي يسعى نحو الله سبحانه وتعالى ويتحرك إليه. أما الله سبحانه وتعالى، احنا بنقول سبحانه وتعالى، لكن طبعا ده أرسطو يقول الله هو في قمة الجمال والبهاء والكمال، وهو لا يعلم إلا ذاته. إزاي؟ ما يعلمش الكون والناس والحيوانات ورسله يقول لك أبدا، لأن هذه الكائنات ناقصة. وكون يعلمها أو يترك هذا الكمال المطلق والجمال المطلق والبهاء المطلق ويعلم ما عداه من جزئيات وكذا وكذا، هذا نقص، والله سبحانه وتعالى يستحيل أن يلحقه نقص أو يتصف بالنقص. إله معزول تماما. عارف القاضي المعزول، تسميه قاضي لكن لا يتدخل في قضية ولا ينظر في قضية ولا يجلس على منصة ولا إلى آخره. إله أرسطو هكذا، وإله داروين تقريبا يمكن داروين كمان إلهه أقل شأنا من هذا، لأنه لا يتحدث عنه ولا عن قدرته ولا عن إلى آخره. فالآن نريد أن نفهم في ضوء هذا التفريق بين الإلحاد الذي ينكر مطلق الألوهية والإلحاد هو تستطيع أن تقول نعم داروين ملحد،
بمعنى أنه لا يعترف بقدرة الله، ولا يعترف بعلم الله، ولا يعترف بأن الله مسيطر على الكون، ولا كل هذا طبعا بمعزل عنه. إنما هو يعترف بوجوده ولكن بمحدودية قدرته، يعترف بوجوده وأن وجوده قاصر على، يعني زي واحد مثلا عمل كده يعني مفتاح في حاجة معينة وساب الباقي كله يشتغل لوحده. نعم. من هذا المنطلق نريد أن نعرف هل نظرية داروين كنظرية، نعم، هي العلاقة بينها وبين الإلحاد إيه؟ طبعا نحن نعلم أن الملحدين يعتمدون، يعني خاصة الملحدين المعاصرين يعتمدون اعتمادا كليا في تبرير إلحادهم على الاستناد إلى نظرية داروين، إلى داروين وإلى نظريته. وأنا شخصيا الحلقة الوحيدة التي سمعتها في هذا المجال، شاب حينما سئل كان أول لماذا أنت ملحد، كان أول شيء عنده أنه طبعا أننا أؤمن بنظرية داروين، نظرية مؤمن أو نظرية داروين تنفي الإيمان وتضربه في الجذور. احنا نتناول الآن هل النظرية داروين يعني تدفع إلى الإلحاد؟ سوف يعني لا نتوقع إجابة واحدة تحسم المسألة، ولكن سوف نتوقع إجابات أو إجابة مزدوجة. كثيرون يرون أنها نظرية إلحادية، وكثيرون يرون أنها نظرية لا تعارض الدين. لا تعارض الدين. الاختلاف حول متن هذه النظرية وأصولها ومضامينها، وهل هي مضامين إلحادية ولا غير إلحادية، هذا الانقسام، هذا الجدل حولها، ده عندي أكبر دليل وأقوى برهان على أن هذه النظرية ليست نظرية علمية. وإن كانت علمية في تفسير بعض تطور الأنواع بعضها من بعض، فهي ليست علمية على الإطلاق في استنباط أنه ليس هناك إله يقود هذا، خلق هذا الكون ويقوده ويشرف عليه ويديره ويدبره، انطلاقا من مسألة أن الجزئيات اللي هي في ملاحظة الجزئيات المرئية والمحسوسة والمشاهدة. يعني هي تبقى في مرتبة الفرضية وليس النظرية حتى. هي فرضية، وفرضية لا يعني لم تقدم بين يديها دليلا علميا. وحينما نقول العلم، العلم الذي يعني يحسم الخلاف حول قوانينه التي يصل إليها. لا تجد أناسا يختلفون حول قانون الجاذبية مثلا. ما تلاقيش الجاذبية في فريق يتبناه وفريق يرفضه ويقول أن الجاذبية لم تثبت، لأن كل مثال من الأمثلة الجزئية، أي شيء يسقط وأي شيء كذا وكذا، هذا يؤكد هذه النظرية. فإذا أنا عندي فعلا يعني الانتقال من مشاهداتي الجزئية إلى القانون الكلي اللي عندي اللي هو الجاذبية انتقال سليم، وأن العلاقة قوية ومنطقية. لكن الانتقال من أن الإنسان يشبه القرد، ثم بعد ذلك أفترض أن أصله القرد، ثم أفترض أن القرد راجع إلى الحيوانات الثديية، والحيوانات الثديية راجعة هي والطيور إلى الزواحف، والزواحف راجعة إلى السمك، والسمك راجع، كل هذا. وبعدين ثم بعد ذلك طيب ده أنت بتتكلم، ثم تقفز تقول أنه لا يوجد إله خلق هذه الكائنات. هنا الاستدلال غلط. لأنك أنت انتقلت من جزئيات إلى قانون، هذا القانون لا يوجد إله طبعا، وهذا قانونهم. هذا القانون لا يمكن، منفصل تماما، أنت بحثك عن جزئيات. حينما تقول يعني وكل نشاطك العلمي التجريبي، العلم بمعنى الساينس يعني، معلش أنا يعني في هذه الكلمة، العلم بمعنى العلم التجريبي، العلم اللي هو حينما يصل إلى قانون الكل يقبله. كل أبحاثك العلمية من هذا القبيل لا تستطيع أن تنال ما وراء هذه الكائنات لتقول إن هناك خالقا أو غير خالق. وربما يعني نحتاج إلى إيضاح هذه المعضلة اللي موجودة في هذه النظرية إن شاء الله فلسفيا في حلقة قادمة. لكن نعود فنقول أن الاختلاف في الإجابة حول هل نظرية داروين الحادية أو غير الحادية
ده احنا بنستثمره. نعم. أنا شخصيا أستثمره في أن النظرية ليست علمية، وبخاصة أن هذه النظرية مضى عليها الآن 150 عاما. نعم. ولا يزال الناس في معارك ضاحنة حولها. يعني حقيقة معظم المتدينين كما سنقول نعم. رفضوها، وكثير من الناس رفضوها، لكن انصافا للحقيقة في ناس دافعوا عنها. نستدل أيضا بالعلماء، العلماء أنفسهم، طائفة العلماء فيما بينهم زملاء داروين. نعم. وتلاميذ داروين، العلماء الباحثون في الأحياء والكائنات الحية والجينات والعلم الوراثة هم أنفسهم منقسمون. منهم من يرى أن هذه النظرية حق وبالتالي يلزم الإلحاد، ومنهم من يرى أن النظرية نظرية خاطئة. نعم. ونظرية أو مش خاطئة، لم تثبت، وبالتالي أنا لا أقول خاطئة وإنما لم تثبت. نعم. وأنها عبارة عن دعاوى، وخاصة فيما يتعلق بالحديث عن أن هناك إلها أو لا. هذه دعوة لا تستطيع النظرية أن تثبتها ولا تنفيها. حتى في الجزئية الخاصة بالعلم التجريبي فضيلتكم أشرتم في الحلقة السابقة أن هناك اختلافات مع داروين حتى في جزئية العلم التجريبي. نعم، ما هو نعم في دائرة العلماء الطبيعيين. نعم. أنفسهم. نعم. علماء الطبيعة أنفسهم، وهذه دائرة أضيق بكثير من إثبات وجود الله أو طبعا. فيعني هم انقسم. ما دام انقسمت يعني عندك عالم شغله كله في المختبرات وفي الأبحاث وفي التجارب، وقف وقال لا، أنا هذه النظرية افتراضات ودعاوى وعقائد لكن علميا لا تثبت، ما عنديش في العلم ما يثبت هذه النظرية. نعم. طيب هذا يكفينا في أن النظرية ليست علمية، وخاصة أن كثيرين من علماء الطبيعة، وأنا قرأت هذا، يقولون كلام فعلا هم يعني جابوا من الآخر زي ما بيقولوا، وقالوا إن أي نظرية تحتاج في تفسيرها إلى افتراض وجود للإله نعم. تقفز فورا هذه النظرية، نظرية داروين، يعني يزيلوا مسألة احتياج الإله ويحطوا هذه النظرية نعم. ليبرروا أو ليستمر الإلحاد. فكأن هي دعاية للإلحاد أو هي تشجع على الإلحاد. نعم. هذا ما أردنا أن نقوله في هذا الموضوع. إذن سوف نعرف أن النظرية منهم من يقول إنها إلحادية. نعم. ودافعة إلى الإلحاد ويرفضها ويتصدى لها، ومنهم من يقول لا، إنها ليست إلحادية، ويمكن أن للمؤمن أن يؤمن بالله وفي نفس الوقت يعني يؤمن بالله كمسلم أو كمسيحي أو كيهودي، وفي نفس الوقت لا مانع من أن يتبنى أو يعتنق نظرية داروين في الكائنات وتطور الكائنات الحية. ويعني سوف نقدم يعني توضيح عن هذا الأمر. نعم. فضيلة الإمام، ماذا عن النقطة الخاصة ببدء الخلق، وهي غالبا هي المشكلة الأساسية بين النظرية والأديان؟ نعم، فعلا هي يعني النقطة الحرجة في نظرية داروين في الخلاف بين يعني هل هي تصدم الدين أو لا تصدم الدين. أنا أبادر بالقول بأنها يعني من وجهة نظري واعتقادي يعني وده أمر خاص بأي إنسان باحث في هذه النظرية، لأن كما قلنا هذه النظرية تعتمد على دعاوى ميتافيزيقية كثيرة جدا، وأنا كرجل باحث وقارئ أناقش هذه الجوانب الفلسفية في من حيث معارضتها للدين. هناك معارضة صريحة في مسألة الخلق. نعم. لأننا نعلم أن الأديان أو الكتب السماوية، التوراة مثلا سفر التكوين والقرآن الكريم في مسألة خلق آدم، في منتهى الصراحة الإعلان عن أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم من طين أو من تراب، والبشرية كلها من طين أو من تراب. اختار 3 آيات. نعم. قوله تعالى في سورة السجدة: الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. نعم. قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. وبرضو إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. خلقه من تراب. نعم. يعني حينما يعني الناس ضلت في يعني أفكارها في
سيدنا عيسى واحتجوا بأنه ده ما خلق من غير أب، فإذا يعني ده ليه خلقة لوحده. فالله سبحانه وتعالى رد على هذا الاستغراب أو الاستدلال الخاطئ، فقال طب ما استغربتوش على آدم ليه؟ ما هو خلقه من غير أب، خلقه من تراب. فهو كآدم الذي خلقه الله من تراب. بل كأن القرآن يقول إن كان هناك تعجب أو استغراب فليكن آدم أولى، لأن آدم خلق من غير أب ومن غير أم. أما سيدنا عيسى عليه السلام نعم خلق من غير أب لكن أيضا له أم. فالقرآن بينظر بين خلق سيدنا عيسى وسيدنا آدم، ويقول أن عيسى عليه السلام خلق من تراب كما خلق آدم من تراب. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. خلقه الضمير هنا عائد على آدم. ثم قال له كن فيكون. آيات كثيرة جدا، ولكن نخرج ونحن يعني مطمئنون إلى أن القرآن الكريم يثبت، والتوراة أيضا والكتب المقدسة تثبت أن الإنسان بدأ خلقه أو نوع الإنسان ابتدأ من آدم عليه السلام. وأن آدم عليه السلام خلق خلقا مباشرا ومستقلا عن بقية الأنواع الأخرى القردة وإلى آخره، وأن الله سبحانه وتعالى خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. النظرية الدين تؤمن بأن الله خلق الغزال من أوله، من أول يوم. يعني هذه الأنواع ثابتة. خلق الفرس فرسا، خلق القرد قردا، خلق الإنسان إنسانا. كل ده بالتوازي مع بعض. وطبعا هذه عكس نظرية داروين التي تقول أن الأول خلق الجرثومة الحية، ثم بعد آلاف أو ملايين السنين تطورت إلى كذا، ثم بعد ملايين السنين تطورت إلى كذا، ثم إلى كذا، ثم إلى كذا، إلى أن كان الإنسان هو آخر الأنواع المتطورة، وتطور عن قردة عليا أو عن القرد الإنسان كما يقولون. إذا النظرية دي في وادي، ونظرية الخلق في القرآن الكريم وفي الكتب المقدسة في واد مناقض. واحدة منهم تقول أن الإنسان ده ليس مخلوقا مستقلا، وإنما هو جاء عن آباء وأجدادهم قردة إلى آخره. القرآن يقول الإنسان مخلوق مستقل، وهو نوع مستقل، وهو مخلوق من طين، ولا مخلوق متطور عن قرد، ولا لم يتحدث عن هذا الكلام. إذن هذه هي النقطة الحرجة. وهذه هي النقطة التي سوف تجعل يعني كثيرين يعني ينظرون في أو ينظرون إلى نظرية التطور نظرة يعني فيها شيء من التذبذب، هل نقبلها أو لا نقبلها أو نرفضها. كان هناك فعلا تيارات قابلة لهذه الفكرة والنظرية بين علماء ومفكري المسيحيين والمسلمين؟ نعم. يعني النظرية حينما وفدت إلى الشرق، أولا قبل ما تفد إلى الشرق، وهي وفدت طبعا في نفس الكلام الذي أو في نفس الوقت الذي تحدث فيه داروين أو ظهرت فيه نظريته. هناك علماء الغرب انقسموا، ومعظم رجال الدين هناك رفضها رفضا، المسيحيين رفضوها رفضا مطلقا، وأحيانا يعني هذا الرفض تطور إلى تحريم دراسة النظرية وتحريم قراءة الكتب إلى آخره. حينما وفدت إلى الشرق هنا عندنا يعني، وكما قلت وفدت إلى الشرق في حياة داروين، بدليل أن يعني أكبر واحد صارعها ورفضها هو جمال الدين الأفغاني. وكتب رسالته المشهورة في الرد على الدهريين. هذه الرسالة كتبها وفرغ منها 1881. داروين متوفى كما قلنا 1882. يعني كأنه رد على داروين في حياته. فإذا هي النظرية وافدت إلى الشرق مبكرة، ووجدنا أن الناس استقبلوها استقبال متفاوت يختلف من مجموعة إلى أخرى. ويمكن أن نقسم يعني عملية الاستقبال دي إلى هناك من
استقبل هذه النظرية واحتضنها ودافع عنها وآمن بها. نعم. وده فريق المؤيدين. وهناك من رفضها جملة وتفصيلا ورآها إلحادا، وهذا فريق الرافضين أو المنكرين. وهناك أيضا يعني فريق ثالث ربما نتحدث عنه، هو الفريق الذي يرى أنه يمكن التوفيق بين هذه النظرية وبين الإيمان بالدين أيا كان هذا الدين. الرافضون، أو خلينا الأول المؤيدون كانوا حقيقة من بعضهم وقليل جدا من المؤيدون اللي هو تبنوا النظرية بما تدعو إليه من إنكار أن يكون الله خالقا لهذا الكون. منهم من المسلمين نذكر أحمد خان، ده في الهند. نعم. وهو قدياني، وحقيقة يعني كان مدعوم بالاستعمار الإنجليزي هذه النظرية، أو في التبشير بهذه النظرية وفي تفسيره للقرآن الكريم. هو طبعا يعني كان يقدم على أنه مسلم. نعم. ولا تزال كثير لا يزال الكثيرون من رموز هذا المذهب يقدمون في الغرب على أنهم مسلمون، المتحدثون الرسميون باسم الإسلام، وهذا خطأ في الحقيقة، لأن هناك مسافات شاسعة بين يعني ما تعارف عليه المسلمون من أهل السنة والجماعة من قضايا إيمانية، وما قبله أنصار المذهب القدياني، أو من قضايا قد تكون يعني متعارضة مع الأصول الإيمانية عند أهل المسلمين من أهل السنة والجماعة. لكن على كل حال كان هو مبشرا بهذه النظرية، وفسر القرآن الكريم، وحاول أن يخضع الآيات التي وردت في خلق آدم إلى أن تتماشى مع نظرية داروين. نعم. من المفكرين المسيحيين يعني ممكن شبل شميل، نعم، لبناني مصري، أيضا سلامة موسى يعني من المصريين، جورج حنا أيضا من المسيحيين. وهؤلاء تستطيع أن تقول أنهم تبنوا هذه النظرية وآمنوا بها وبشروا بها. نعم. ويعني أرادوا لها أن تتجذر في نفوس الشباب في دعوة صريحة إلى الإلحاد. ومن هنا تستطيع أن تقول أن يعني هؤلاء كانوا ملحدين أو شبه ملحدين. نعم. شبل شميل، سلامة موسى، فرح عنضون، هؤلاء المجموعة. بعد ذلك نستطيع أن نقول أن هناك فرقة أو هل الوقت يتسع ولا يتبقى لدينا دقيقتان فضيلة الإمام؟ طيب، الفريق الثاني وهو الفريق الرافض لهذه النظرية جملة وتفصيلا، نستطيع أن نقول أن معظم علماء المسلمين ومعظم رجال الدين المسيحي هنا في الشرق رفضوها رفضا قاطعا. نعم. ويعني نستطيع أن نقول في قمة هؤلاء جمال الدين الأفغاني، وبعض أيضا الرجاء وقلنا أن من يريد أن يعرف رأي جمال الدين الأفغاني عليه أن يرجع إلى الرسالة الصغيرة التي كتبها، وهي رسالة الرد على الدهريين. نعم. وهذه فيها نقد يعني واضح لهذه النظرية ولداروين، وتحذير المؤمنين من أن يعتقدوا أن هذه النظرية نظرية صحيحة. نعم. أيضا فيه مجموعة من الكتاب المسيحيين سواء كانوا رجال دين أو كانوا أطباء، ويعني بعضهم اللي هو حليم عطية سوريال ده طبيب. نعم. وكان طبيب للسجن في أسيوط في ذلك الوقت في الثلاثينات أو في نعم. وكتب كتابا فعلا كتاب رائع جدا في تتبع هذه النظرية ونقدها. وسبحان الله هذا الطبيب، وده طبيب السجن، يعني ما كانش لا أستاذ في الطب ولا كان مثلا مفكر، كان رجل يعني مشغول بعمل يومي. نعم. ومع ذلك تعتبر رسالته في نقد داروين والداروينية ورفضها رسالة نموذج فعلا. والسبب في كده حقيقة تمكنهم القوي من اللغة الإنجليزية. نعم. يعني هذا الجيل كان العقاد والناس دي كلهم كانوا يتقنون اللغة الإنجليزية إتقان، لأن كان الاحتكاك بالإنجليز وبأصحاب اللغة كان موجودا ويوميا. نعم.
فكان يسهل عليهم ما يصعب الآن على كثيرين من حملة شهادات العليا حتى في الآداب الإنجليزية وفي كذا، من يعني توفر لهم ما لم يتوفر لهؤلاء من امتلاك ناصية اللغة والقراءة أو الإبحار فيما كتبه داروين وغير داروين من علوم ليستفيدوا بها وهم يؤلفون مؤلفاتهم باللغة العربية. شكرا فضيلة الإمام.